نيجي دلوقتي نقول ايه هو النصب. النصب عموما والنصب الالكتروني خصوصا. المشرع المصري لم يضع تعريف محدد للنصب، ولكن وضع صور للتدليس. في المادة 336 من قانون العقوبات نصت على بعض الصور الخاصة بالنصب والتدليس. طيب احنا نيجي نعرف النصب عموما، وبعد كده هنقول ايه هو النصب الالكتروني خصوصا. نعرف النصب عموما. النصب عموما هو الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير عن طريق ايه بقى؟ عن طريق احدى وسائل التدليس. نعرف ايه هو النصب الالكتروني. النصب الالكتروني هو الاستيلاء على مال الغير عن طريق استخدام طرق احتياليه، عن طريق ان حد بيخدعك، حد بيوهمك بشيء معين، بتدوس على رابط حد بعتهولك بطريقه ما بيؤدي الى انك انت كل فلوسك للاسف بتتسرق. بص،